ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وخير وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين وكل حبايبكم يا رب طيبين. النهاردة هنعمل مملحات العيد بطريقة فخامة، بطريقة حلوة قوي، سهلة سريعة، وبجد هتطلع نتيجتها هتبهر الجميع. لما بتقدموها كده للضيوف في العيد مع كوباية شاي، محدش ابدا هيصدق ان دي معمولة في البيت، والكل هيسأل انتوا شاريينها منين، لانها بجد هتعجبهم جدا. بتبقى مقرمشه كده من بره وهشه وطريه جدا من جوه، وبقى مش قادره اوصف لكم جمالها مع كوبايه شاي، حاجه في منتهى الجمال. اتمنى بجد الوصفه تعجبكم، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للوصفه لو عجبتكم، ويلا بينا نشوف عملنا المملحات الخطيره دي ازاي. دي مقادير العجينه عندي، مقاديرها سهله قوي، وكمان بتتحط كلها فوق بعض، فهي سهله قوي. في طبق كبير هحط كميه من الدقيق ومن الزبده ومن اي زيت بتستخدموه، زيت نباتي يكون طعمه حلو. وهحط بقى جبنه رومي، شيدر، موتزاريلا، اي جبنه، بس ما تكونش جبنه لينه، تكون جبنه ناشفه. وبعد كده هحط رشه ملح صغيره، بيكنج صودا، وهضيف كمان حبه بركه وسمسم. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي كده، مش هنعجنها، هنلمها بس. العجينة بتاعتي فيها سوائل كويسة، فيها الزيت وفيها الزبدة، فانا هلم العجينة بس بحوالي من 3 ل 4 معالق كبار مية، مش اكتر من كده، مية عادية خالص، ما تكونش مية دافية. وهبدأ الم بيهم كده لغاية ما تبقى عندي العجينة تتكور كده وتبقى عجينة طرية سهلة التشكيل. بصوا نزود الميه شويه بشويه. انا خدت معايا بالظبط حوالي 4 معالق كبار ميه. خلاص اول ما لقيت كده الدقيق بدا يختفي معايا والعجينه بتاعتي بدات تتكور وتتلم عجينه، واهم حاجه ما تعجنوش عشان تطلع مقرمشه وهشه من جوه. بصوا خلاص اتلمت معايا عجينه طريه جدا. هنبدا بقى على طول نفردها ونشكلها على ورق سيليكون او ورق تلاجة او ورق زبدة المتوفر في البيت. هنقسم العجينة عشان تبقى سهلة التشكيل والفرد معايا، وهحط من على الوش كده ورق زبدة او كيس تلاجة. وهبدأ افرد العجينة بتاعتي بقى، السمك يكون في الوسط، مش تخين قوي ومش رفيع قوي. خلي بالكم ان هي برضو فيها بيكنج صودا، فهتنفخ شوية معانا. هنشكلها بقى بالقطاعات المتوفرة في البيت، نجوم، دواير، قلوب. كل كمان ما بتعملوا بقى تشكيلات كتيرة بتطلع شكلها احلى واجمل. وخدوا بالكم ان الكمية بتاعت العجينة بترمي معانا كمية حلوة قوي. هنحط بقى اي اضافات انتوا تحبوها بقى، زعتر، سماق، حبة بركة، سمسم، ممكن تخلوها سادة، في تلك الحالات بتطلع خطيرة. هنسخن الفرن بتاعنا كويس قوي على درجه حراره 180، وهنخبز بقى المملحات بتاعتنا دي. انا ما حطاش على ورق زبده، ولا حطيت كمان ما دهنتش الصينيه بتاعتي كمان زيت ولا زبده، لان اصلا المملحات بتاعتي فيها كميه حلوه قوي من الزيت والزبده، فمش هتلزق، ما تقلقوش. وخلي بالكم ان هي بتستوي بسرعه. هنحطها كده في الرف الاوسط ونراقبها كويس قوي. اول ما نشوفها كده خدت اللون البني الذهبي الخطير ده كده، خلاص بنحطها على شبكه تبرد شويه، ونقدمها بقى بالشكل اللي تعجبكم. بصوا بقى واخده لون من فوق وتحت ازاي، حاجه في منتهى الفخامه، في منتهى الحلاوه، طعمها وريحتها وشكلها، قرمشتها، طراوتها من جوه، بجد حاجه وهم. الكل فعلا هيسأل بقى على الوصفة، وهيتفاجئوا لما تكونوا انتوا عاملينها في البيت مع كوباية شاي. بتبقى احلى حاجة وانسب حاجة في العيد نقدمها للضيوف. اتمنى بجد تجربوا الوصفة، اتمنى تعجبكم، اتمنى تشتركوا في القناة، واتمنى تعملوا لايك للوصفة.